السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هعمل تورتايه يعني شبه الجاهز شويه، ودي بصراحه اول تجربه ليا اعمل فيها تورته. كنت بعمل حاجات كتيره اجتهادات، بس دي اول مره اعمل بقى زي الناس اللي بيطلعوا في اليوتيوب ومحترفين وبتاع. والحقيقه الفضل يرجع في لقناه عزة في المطبخ. بصراحه شرحها جميل جدا وسهل، وهي اللي شجعتني اني اعمل تورتايه واعمل كمان فيديوهات على اليوتيوب. انا معرفهاش معرفة شخصية، بس متابعتي للقناة ديت بصراحة اتعلمت منها حاجات كتير. اتمنى الفيديو يوصلها وانا بشكرها على الهوا. زي ما انتم شايفين بنبدأ بتقريبا 200 جرام زبدة او معلقتين كبار زبدة، معاهم كوباية سكر، وبنضربهم كويس جدا لحد ما يبقوا كده زي الكريمة مع بعض ويندمجوا. وبعدين بنبدأ نشوف بقى هنعمل ايه في البيض. في برضو بعض الاخطاء اللي انا عملتها في التورته ديت، طبعا بما ان انا اول مرة يعني اعمل بطريقة يعني مختلفة عن اللي انا متعودة اعمل بيها الكيك. فهنا بحاول افصل البياض عن الصفار. في غلطة حصلت، يعني مش عارفة هتاخدوا بالكم منها ولا لا دلوقتي، بس انا هقول لكم عليها في الاخر. دي اول بيضة حاولت افصل البياض عن الصفار. انا تقريبا حطيت 4 بيضات. فزي ما انتم شايفين بفصل البياض في بولة تانية، والصفار بحطه على الزبدة والسكر. والغلطة اللي حصلت هنا هي انه في اول بيضة انا لما فصلت البياض عن الصفار، الصفار اتفتح ونزلت نقطة صغيرة على البياض. فطبعا المفروض ان انا بضرب البياض كويس جدا لحد ما ينفش ويبقى زي الرغاوي كده ويبقى ماسك نفسه. لو المفروض يعني لو قلبت الطبق البياض ما يقع. بس الحقيقة دوت ما حصلش، وده بسبب ان نقطة صفار نزلت على البياض، والمفروض ان انا كنت يعني ضفتها على بقية المكونات وعملت بياض غيره، يعني ما كنتش هرميها ولا حاجة. بس الحقيقة طبعا عشان انا اول مرة وفكرت ان دوت مش هيأثر قوي، فده اللي حصل، ان البياض ما نفشش وما مسكش نفسه زي ما المفروض كان يكون. فابتديت بقى اضرب الصفار مع الزبدة والسكر، وهنا هبدأ بقى انخل الدقيق. انا جايبة دقيق من اللي هو سيلف ريزنج، فيه الخميرة بتاعته، مش محتاجة احط بيكنج باودر. فحطيت اول كوباية في المنخول السلك دوت، وبدأت اقلب، وبعدين بضرب بقى بالمضرب. انا بقلب في الاول بصراحة، لانه لما بتضربي بالمضرب على طول بيروح يعني عامل هبو كده ويملى الدنيا بودرة بيضة. فبفضل ان انا اقلب شوية الدقيق الاول وبعدين احط المضرب. دلوقتي بقى بضيف اهوت البياض، علشان المفروض ان هو ينفشها ويديها يعني هشاشة كده، تبقى هشة وخفيفة زي السفنجة. بتبتدي تقلبي بالراحة. انا هنا طبعا مسرعة الفيديو. تبتدي تقلبي بالراحة، واديتها ضربة هنا على اول سرعة مع المضرب، وبعدين بشوف كده السمك بتاعها لو مظبوطة او لا. في ناس بتزود مثلا ربع كوباية زيت او كده، انا بصراحة ما حطيتش سوائل تانية. جيت هنا عند ورق الزبدة، قطعتها زي المثلث زي ما انتم شايفين، وتنيتها كذا ثانية، وبعدين بروح واخدها كده عشان تعمل لي شكل الدايرة. فهي عملت لي شكل الوردة شوية، ما كانتش دايرة يعني مظبوطة. وبعدين بتبتدي تدهني الجناب بالزبدة. هنا الصينية دي من النوع اللي القعر بتاعها بيتفصل، فدي بتسهل جدا لما بتيجي تطلعي الكيك. وقسمت الكمية في صينيتين قد بعض، وحطيتهم في الفرن على تقريبا ساعة الا ربع. وطبعا انتي بتشيكي كل شوية من غير ما تفتحي الباب من الازاز بتاع الفرن، تشوفي اللون بتاعها والعلو بتاعها، وطبعا بتشم ريحتها برضو. فبتخلي الحرارة تقريبا على 160، ما تكونش الحرارة عالية قوي، حرارة متوسطة. وبتحطيها في الرف اللي في النص، واول ما بتطلع زي كده بتغطيها، ما بتطلعيهاش على طول، بتغطيها بفوطة وبتسيبيها لحد ما تبرد خالص. لو مش مستعجلة سيبيها لتاني يوم. زي ما احنا شايفين اهيت سمكها حلو جدا. ابتديت اطلعها بالراحة، انا بس مسرعة الفيديو.
والحقيقة الحكاية دي اتعلمتها برضو من قناة عزة في المطبخ. انا كنت اول ما بطلع الكيك من الفرن بروح على طول قلبها على السلكة واسيبها تبرد، فلا بقيت اغطيها الاول بفوطة واسيبها شوية. هنا بعد كده اخدت غطا البولة ديت عشان مسطح شوية عن الاطباق اللي عندي، وحطيت عليه الكيك عشان اعرف ازوقها. هنا التزيين بتاع الكيك انا عملت اللي هي كريمة السكر بالزبدة، ودي بتبقى لونها مصفر شوية. بتضربي حوالي نص كيلو زبدة. هنا دي علبة الزبدة كانت كيلو، انا اخدت النص اللي هو مش متاخد منه. فنص كيلو زبدة بتفضلي تضربي فيه لحد ما تبيض على قد ما تقدري، بس تخلي بالك ما تزوديش الضرب قوي علشان ما تفصلش وتعمل مية. وتحاولي تقارني لون الزبدة قبل ما ضربتيها بلونها بعد ما ضربتيها. فلما بتلاقيها ابيضت وراضية عن اللون بتاعها تبتدي دي بقى تضيفي الايسنج شوجر او اللي هو السكر البودرة. فتقريبا المفروض بتضيفي على النص كيلو حوالي 4 كوبايات سكر، وبتنخليهم علشان ما يعملش كلاكيع ولا حبوب، وترجعي تضربيهم لحد ما تعمل لك زي الكريمة. ويفضل بعد ما تحضريها بالطريقة دي تسيبيها في التلاجة شوية ترتاح وتمسك نفسها، وبعدين تبدأي تزيني بيها الكيك. فزي ما انتوا شايفين انا بحط كوباية سكر واضرب كوباية سكر واضرب. هنا بقى بالنسبة للكيك نفسه بسقيها بشربات خفيف عبارة عن كوباية سكر وكوبايتين مية بنقطتين ليمون. وبعد 7 دقايق بالظبط لما يغلوا بتطفي عليها وتحطي رشة فانيليا. وديني هو حطيتها في كيس الحلواني وبتضغطي عليه لحد الاخر، وبتبدأي تزيني النص بتاع الكيكة. دي طريقة سهلة جدا في التزيين لانها ما بتاخدش من الفرافيت بتاعة الكيك، وممكن بس تسويها كده بالراحة بالسباتولا بتاعتك. وبعدين النص التاني تضغطي عليه ضغطة خفيفة. وانا كنت النص التاني سقياه برضو بالشربات من قبل ما اقلبه على التورتاية. وبعدين زينت برضو زي ما انتوا شايفين الجناب والوش، وبتبتدي بعد كده تسويهم بالسباتولا على قد ما تقدري. والحقيقة انا يعني كانت واخداني الحماسة واشتريت شوية حاجات حلواني وكده على اساس يعني ان هعمل تورتاية محترفين. بس بصراحة يعني الى حد ما انا راضية عن المستوى اللي كانت فيه. وبصراحة كانت ليا صديقة عزيزة عزماني عندها، خدت لها معايا التورتاية وكل اصحابنا يعني دقوها وبسطوا منها جدا. فاتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي وتكتبوا لي في التعليقات يعني الحكاية كانت ناجحة معاكم ولا لا. فزي ما انتوا شايفين اهو انا جبت الادوات ديت وبديت بقى ان انا اعمل فيها شيف حلواني اهو، واحاول ان انا الف الكريمة على التورتاية كلها. وبعد ما برضى عن المستوى اللي انا فردت بيه الكريمة على التورتاية بدأت بقى ان انا ازين بالوردات. بس برضو الغلطة اللي انا عملتها في الوردات دي ان ما كبستش الكريمة في الكيس لحد الاخر كويس، فكان فيه فتحات هوا وكانت يعني بتنزل الوردات مش مظبوطة. فتخلوا بالكم لما تحطوا الكريمة في القمع تدوسوا عليه كويس جدا ما تخلوش فيه هوا. فبدأت اسد الفراغات اللي هي مطرح الكريمة ما كانت مش مظبوطة. وبعدين بدأت بقى ازينها بشوكولاتة بيضة وشوكولاتة بينك وحاجات كده عشان تديها شكل حلو. والحقيقة كان طعمها تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه، وتقولوا لي برضو تقييمها كام من 10 بالنسبة ان هي اول مرة. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والتورتاية تكون عجبتكم وتعملوها لاصحابكم وتنبسطوا بيها. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.